بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده يا جماعة عملت لكم القهوة الإيطالي في الموكا بوت. عايزة أقول لكم تحفة، عملتها بطريقتين، الطريقة الأصلية بتاعتها الإيطالي وبالطريقة التانية اللي فيها تكاية كده من عندي، بس هتعجبكم جدا بإذن الله. تمام كده. الموكا بوت للي ما يعرفوش هو جهاز تقدروا تشربوا منه القهوة الإيطالي الإسبريسو كأنها بالظبط زي بتاعة المكنة. فعشاق القهوة الفيديو ده بتاعكم. دي قهوة إيطالي جاية من إيطاليا، فانتوا تقدروا تجيبوها من هنا من أي هايبر ماركت، أو تقدروا تجيبوها من هنا برضو من المطاحن بتاعة البن. هي بتبقى أخشن شوية من القهوة العادي التركي بتاعتنا، بس طبعا ليها نكهة تانية خالص، طعمها فظيع غير القهوة المخلوطة بتاعتنا اللي بتبقى كلها بسلة وكلها نواة بلح وحاجات غريبة كده. فدي بقى اللي يشمها يعرف يعني ايه قهوة حقيقية، يعني فاهمين ازاي؟ طيب انا دلوقتي بوريكم شكلها عامل ازاي، ودلوقتي هشرح لكم ازاي تعملوها في الموكا بوت. الموكا بوت دي انا جايالي من بره، بس في منها كتير هنا، يعني انا بشوفها في فتح الله عندنا في اسكندريه، وبشوفها في زهران، بشوفها في كذا حته، فتقدروا تجيبوها سهله كده. القطعه اللي تحت دي فكرتها زي فكره حله الضغط. بنملى الميه فيها لحد العلامه دي، ما بنزودش عن العلامه دي، غير كده بتنفجر، ربنا يكفينا شرها. لحد المسمار ده كده او الصاموله دي ما بنزودش عنها الميه عشان ما تنفجرش. تمام. وبعد كده بنحط الفلتر زي المصفى كده زي ما انتم شايفين اهو. الميه بتبتدي تطلع من القمع بتاعها ده، وبتطلع من الاخرام دي كده، لان بعد كده بنحط هنا القهوه فبتتغلغل فيها وتديكي النكهه الحلوه كلها بتاعه القهوه. وبعد كده الحته دي كده بقى اللي هي الراس نفسها بتاخديها كده، بنلفها كده قلاووز. تمام كده اهي. وبعد كده بقى قهوة بتبتدي تطلع من الاخرام كده، المية بتغلي بتعدي على الفلتر، بتاخد خلاصة القهوة بتطلع بيها من الاخرام من فوق. هوريها لكم ازاي دلوقتي. هاجي بقى دلوقتي املى المية زي ما اتفقنا، بس مش هنعدي العلامة. وبعد كده هبتدي احط الفلتر بتاعها اهوت. وبعد كده هبتدي بقى احط القهوة ما بتتكبس زي المكنة بتاعت الاسبريسو، يعني هي عشان تدوا مجال للمية انها تتغلغل وتطلع فيها وتديكوا كل الطعم والخلاصة الحلوة بتاعت البن. فانا بوريكم انا بعملها ازاي. انا ما بكبسهاش قوي، انا بسويها بس وما بكبسهاش قوي. لو انتوا حسيتوا ان هي اتكبست منكم، تقدروا بظهر المعلقة كده وتخلخلوها شوية، او بعود خلة وتبتدوا تخلخلوها شوية. بس انا ما بعملش كده على اساس ان انا ببقى عارفة نفسي ان انا ما كبستهاش قوي. دي اول حاجة. تاني حاجة، ما تملوهاش قوي عشان ما تبقاش القهوة تقيلة قوي، يعني حطوا نصها بس زي ما انتم شايفين كده. انا ما بحطش كلها. لو انتوا بقى عشاق قهوة قوي ممكن تملوها قوي لحد الاخر، تطلع البن مركز قوي معاكم. وممكن لو انتوا هتضيفوها على اللبن تعمل معاكم كوبايتين وتلاتة كمان. تمام كده. انا بعمل على قد كوباية، فما بستكفى باللي انا حطيته. وزي ما قلت لكم كده، باخد بظهر المعلقة وبعملها، او بعود خلة وابتدي اهويها شوية بحيث ان انا اخلخل المية تطلع. لكن انا ما بعملش كده، انا بسويها عادي، لان انا ببقى عارفة نفسي ان انا مش كبسها قوي، وعارفة ان المية هتطلع وعاملاها كذا مرة. تمام. بس انا بقول لكم لو هتبتدوا تعملوها، ولو خفتوا انها لو كبستوها المية ما تطلعش فيها. بعد كده بقى ببتدي الفها زي ما انتم شايفين كده بقى القطعه اللي فوق، واجي بقى على البوتاجاز اصغر عين وهدي النار خالص. والميه كمان لو كانت ساقعه يبقى احسن، عشان كل ما هتاخد وقت على النار كل ما هتخلي القهوه تطلع الميه تطلع متاخر، والقهوه تكون استوت قوي وخدتوا كل الخلاصه بتاعت نكهه القهوه جامد فيها. تمام كده. بعد كده زي ما انتم شايفين بتطلع من الاخرام اللي فوق دي. اول ما بتبتدي تطلع زي ما انتم شايفين كده اهي، طبعا النار تبقى هاديه خالص يا جماعه. لو عليتوا النار حتى لو في المرحله دي هتبتدي تفور وتطرطش منكم، فما تعلوش النار خالص لحد اخر، لحد ما الميه تقف لوحدها وتبقى اخدتوا كل الميه اللي في القطعه اللي تحت بخلاصه القهوه. تقدروا تشربوها كده، لعشاق القهوه بقى بيشربوها كده، بس من الاول بقى بنضيف السكر في الميه حسب الرغبه.
دي الكوباية اللي هُم بيشربوها في إيطاليا، يعني أنا عاملاها لكم بمنتجات إيطالية 100%. تمام. اللبن يبقى سخن، لو أنا باعملها باللبن سخن مولّع كده، وابتدي أضربه بالمضرب اللي هو بتاع القهوة لحد ما اللبن يتحول لفوم. وبعد كده بس طبعًا بابقى حاطة فيه السكر حسب الرغبة برضه. أول ما بيتحول لفوم معايا كده دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة بيكون اتضرب خلاص، وابتدي بقى أحط على حسب بقى، عايزين القهوة أكتر اللبن أكتر، تقدروا بقى إيه تعملوه براحتكم. أنا باخلّيها زي نُص ونُص كده، بتبقى طعمها خطير. كده طعمها رهيب وهتعجبكم جدًا، جدًا، ودي الطريقة الأصلية بتاعتها اللي بيشربوها فيها في إيطاليا، سواء كانت سادة أو باللبن. بس في تَكّة تانية أنا شُفتها وحبيتها وجرّبتها وعايزة إيه برضه أعملها معاكم، إن أنا هاجي لبن ساقع وأحطه في الحتة اللي بيتحط فيها اللبن في الخزان بتاع المَيّة، بيتحط فيه المَيّة هاحطه لبن، وبعد كده أحط المصفى، بس الأول أسكّره بقى هنا أهو، لإن أنا باحط السكر في التاني لمّا باضربه في اللبن، إنما هنا مش هاعرف أعمل كده، فباحط السكر حسب الرغبة وأدوّبه كويس، وبعد كده بابتدي أحط الفلتر، ونفس الحكاية باحط القهوة، بس هاحط هنا حبة قهوة مقدار قهوة أقل، لإن التانية أنا باخد كل الخلاصة بتاعة القهوة وباضيفها على كوبايتين، إنما دي بتبقى على قد المعيار بتاع كوباية واحدة، فباحط بقى معلقة قهوة كبيرة بس مليانة، واحدة بس ما فيش غيرها، وطبعًا على حسب ما أنتم بتحبوا لو بتحبوها تقيلة. وبعد كده باجي أعملها، بُصّوا بقى القطعة مشبّرة إزاي، حاطة المَيّة تلج اللبن تلج علشان آخد الخلاصة صح يستوي على مهله صح. قطعة شوكولاتة بقى تحطوها كده من فوق، دلوقتي هي هتسيح ويطلع عليها بقى القهوة باللبن، ليها نكهة تانية خالص، طعمها خطير، جرّبيها بالطريقة دي هتعجبكم. مش دي الطريقة الأصلية، بس يعني دي الtouch بتاع المصريين، بس والله طعمها بتبقى خطيرة فعلًا، هتعجبكم بإذن الله. زي ما أنتم شايفين كده أهي طالعة، والقهوة وقطعة الشوكولاتة هتسيح، ولو ما ساحتش تقدروا تدوبوها كده بأي معلقة صغيرة، بس هي هتسيح يعني معاكم مش هتلاقوها إن شاء الله، وبتبقى طعمها خطير. بس بعد كده بقى تغسلوا الموكابوت بالكربوناتو كويس، علشان خاطر ما يبقاش فيها أي طعم للبن فيها لمّا تيجي تعملوه تاني، خصوصًا الناس اللي عايزة تشربها سادة، وبتاخدوا بعد كده أحلى فنجانين قهوة بالطريقتين، هتعجبكم جدًا بإذن الله. أتمنى يكون الفيديو فهّمكم إزاي نستخدم الموكا بوت، وإزاي نستبدل بالموكا بوت عن الجهاز بتاع المكنة الإسبريسو. طعمها خطير، وكل عشاق القهوة لمّا بيشربوها عندي والله بتعجبهم جدًا. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وتلفوا لفة في القناة كده كلها